قبل لغه السي اس اس تبقى كده، بعد ما تتعلم لغه السي اس اس وتطبقها تبقى كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في اول فيديو من تعلم لغه السي اس اس. لغه السي اس اس بقى اللي هنلون بيها الصفحه ونظبط بيها الموقع، يبقى موقعك فعلا بقى موقع زي اللي انت بتشوفه الايام دي. ويلا على بركه الله نبدا. ده يا جماعه ملف HTML كود كنا عاملينه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي ما اتفرجش عليها او نساها يرجع بسرعه يتفرج عليها ويرجع هنا تاني، عشان احنا مكملين بقى ان شاء الله في السي اس اس. كنا عاملين ملف وكتبنا فيه HTML كود علشان يطلع لنا صفحه بالشكل ده. لو افترضنا مثلا عندي اور برودكتس او منتجاتي، عندي موبايلات، هعمل ليست بالموبايلات، احط صور واشياء زي كده، فكنا الكود ده بتاع HTML كان يطلع لي الصفحه دي. النهارده بقى مكملين في لغه السي اس اس، لغه الاناقه، لغه بقى الكالرنج، هنلون ونظبط الدنيا. السي اس اس يا جماعه اختصار لمصطلح انجلش كده اسمه كاسكيدنج ستايل شيت. عايزين نعرف حاجتين بالنسبه للسي اس اس. اول حاجه الشكل العام بتاع اللغه، تاني حاجه هنكتبها فين، الطرق الكتابه بتاعتها. فالشكل العام للغه ده الشكل العام، البروبرتي او الخاصيه، وبعدين نقطتين فوق بعض، وبعدين الفاليو او القيمه بتاعها. مثال على كده، يعني مثلا خاصيه وليكن الكلر، انا عايز اغير الكلر او اللون بتاع تكست معين او اللون بتاع اي حاجه معينه، نقطتين فوق بعض والقيمه بتاعته الريد. فاحنا في اللغه هنعرف بقى الخصائص المختلفه اللي هي البروبرتيز المختلفه والقيم بتاعها، ونجربها ونشوف تاثيرها على الصفحه. تاني حاجه طرق كتابه السي اس اس. انا هكتب السي اس اس فين بالظبط؟ فاول حاجه واسهل حاجه طريقه بيسموها الانلاين. يعني ايه الانلاين؟ انا بكتب الكود بتاع السي اس اس او برمجه السي اس اس جوه العنصر نفسه، يعني جوه التاج نفسه، جوه اتش 1 واتش 2 والايه، اي تاج من التاجات ديت من بتاع الاتش ام ال انا ممكن اكتب الستايل بتاعه جوه. مثلا يا صديقي لو عايزين اور برودكتس تظهر باللون الاحمر، الخط بتاعها يبقى لونه احمر، بشوف التاج بتاعها فين اللي هو ده اتش 1 ده، وهكتب جواه بقى الستايل اللي يغير اللون ده للاحمر. ازاي؟ هاجي جوه الاتش 1 اعمل مسافه، خاصيه اسمها ستايل STYLE يساوي علامتي التنصيص، هنا بكتب الستايل كلر، طبق بقى الشكل العام اللي انت اتعلمته من شويه، كلر نقطتين فوق بعض والقيمه اللي هي ريد. تمام؟ سيف، بقت باللون الاحمر. وهكذا يا جماعه، لو حبيت الموبايل دي تبقى بلون تاني، الكليك مي، وهكذا وهكذا. لو انا مثلا عايز اغير الستايل بتاع كل ده يبقى بلون الازرق مثلا، هشوف دي فين، دي هنا الاو ال دي، مسافه قبل القفله، مسافه اكتب خاصيه الستايل STY كويس LE يساوي علامتي التنصيص color وليكن بلو، وبعدين سيف تبقى باللون الازرق. خلي بالكم يا جماعه من حاجه مهمه جدا، لما انا بطبق ستايل على تاج معين، الستايل ده بيتطبق على التاجات اللي جواه كمان، يعني الشيلدرن بتوع اولاده. وصلت ازاي؟ انا لما طبقت على الاو ال الكبيره ديت جواها ال اي دي والاو ال دي، فتطبق عليهم كمان الايه الكلر بقى بلو، بقوا اصبحوا كلهم بلو. طب ينفع يا صديقي ان انا طبقت على ده بلو، بس جه واحد من دول الصغيرين هم قال لك لا يا عم، انا مش هاخد الستايل بتاع بابا اللي هو الكلر بلو، انا هغير الستايل بتاعي وابقى احمر. ينفع؟ تمام؟ يعني ينفع ان الاب يورثه الستايل بتاعه، بس هو نفسه ممكن يكون له ستايل تاني. تعال نشوف سامسونج، نغير ده مسافه، سامسونج ده اللي هو الازرق ده نديله ستايل تاني غيره، قال لك انا مش عاجبني بتاع بابا، انا هاجي هنا وابقى الستايل بتاعي الكلر بتاعي هيبقى وليكن ريد مثلا وسيف ريد عشان بس يبان، وسيف هو نفسه بقى ايه هنا الصغنن او الابن بقى ايه، بقى احمر. يعني تاني الكلر البلو اتطبق على كل الابناء، بس ممكن احد الابناء ديت، احد التشيلدرن يقول لا انا عندي ستايل خاص بيا. فدي يا جماعه كانت اول طريقه ان احنا نكتب بيها سي اس اس، اللي هي داخل العنصر نفسه او داخل التاج نفسه، اللي هي الانلاين. كويس. وبصراحه الطريقه ديت معلش متبعه، لان هي بتميكس الاثنين مع بعض. يعني بنبص كده تلاقي الكود بتاع الاتش تي ام ال اللي داخل فيه السي اس اس، وبتبقى لخبطه شويه، لو حبيت تعدل بعد كده او تعمل له مينتيننس او تظبطه وتصلحه بيبقى صعب شويه. عشان كده بقى هندرس الطريقه الثانيه، هي صعبه شويه بس مع التركيز هتلاقيها سهله، مفيش اي مشكله. ازاي؟ هنيجي داخل الهيد، داخل الدماغ بتاع الهيكل بتاع الصفحه بتاع الاتش تي ام ال، على كده بعد تايتل دوس انتر عشان يعمل سطر جديد، وهنعمل تاج اسمه ستايل STYLE.
تاج اسمه ستايل، وبعدين اقفل. تمام، واعمل لك القفله بتاعته اهي. جوه التاج بقى بتاع الستايل هنا هنكتب بقى الستايلات اللي احنا عايزينها. فلو فرضنا ان الموبايل ده اهي عايزها تبقى باللون الاخضر، اللي هي موبايل دي اللي هي جوه الاتش 2 ده، فانا عندي 3 طرق ان انا اخلي الموبايل دي باللون الاخضر بالطريقه دي. مش بقول لك هي صعبه شويه، بس انت لو ركزت فيها هتلاقيها سهله. اول طريقه انا بشوف التاج بتاعها اللي هي فين هنا اتش 2 ده، واستخدم التاج بتاعها في الستايل. ازاي يعني؟ داخل اتش 2 او اتش 2 كويس، وبعدين كيرلي براكت، البراكت اللي هو كيرلي زي كده كويس، وادوس انتر واكتب هنا الستايل بتاعي كولر نقطتين فوق بعض يساوي، احنا قلنا عايزينه جرين يبقى بالاخضر كويس، وسيف هتبقى بالاخضر. دي اول طريقه. وصلت؟ يعني اول طريقه انا بشوف هي التاج اللي موجوده فيه هو ايه، وليكن مثلا اتش 2 وليكن او ال، وباجي فوق هنا داخل الستايل اقول اسم التاج، وبعدين افتح كيرلي براكت اكتب الستايل اللي انا عايزه، وبعدين اقفل الكيرلي براكت. فدي اول طريقه. بس الطريقه دي يا جماعه للاسف ان انت بتقول لي للصفحه بتاع ال HTML ان انت كل ما تلاقي تاج من النوع ال H2 طبقي عليه خاصيه الكلر تبقى جرين. فهو كل ما هيمشي الكومبايلر او الصفحه هنا، كل ما تمشي في الصفحه وهي بترسم الصفحه وتلاقي H2 تمام، هتقوم مطبقه عليه الخاصيه دي. يعني لو فرضنا مثلا تحت هنا كده في تاج تاني H2 كويس، وفي تي في هنسيف، هتلاقي الايه بقت التي في باللون الاخضر، يعني هو طبق عليها لان هي اتش 2، فلو في اتش 2 ثالثه ورابعه وخامسه هيطبق عليها نفس الخاصيه. دي حلوه لو انت حابب ان كل الاتش 2 يبقى باللون الاخضر، دي كويسه. يعني ديت الجود سايد، لو انت بتبني الويب سايت بتاعك وعايزه يبقى كده مفيش مشكله، هتبقى حلوه ليك. لكن لو انت مثلا لا انا عايز دي تبقى بلون الاخضر بس في اتش 2 تانية في الصفحه بس عايزها تبقى باللون الاحمر او بالازرق، وهكذا عايز كل تاج اتش 2 يبقى بلون مختلف ما يتطبقش عليه قاعده واحده كويس. فيبقى في طرق تانية. انا عشان كده قلت لك في 3 طرق هنستخدمهم هنا. دي كانت اول طريقه. الطريقه الثانيه ايه هي؟ ركز معايا بقى يا صاحبي في الطريقه ديت عشان الطريقه دي مهمه جدا وهي المستخدمه في البرمجه. بكل بساطه بدل ما استخدم التاج نفسه زي كده اتش 2 كويس، انا بكتب اي اسم هنا وليكن علي. طبعا انا ما بسموش علي في البرمجه الحقيقيه، بس انا بس ايه مجازة هسميه علي. او مش بس كده، هاجي قبل علي ديت اكتب دوت كويس بالشكل ده كده. بيسموه داخل السي اس اس بيسموه كلاس. انت كده عملت كلاس. دوت علي دي اصبحت كلاس وجواها خصائص معينه. حاليا انا كاتب خاصيه واحده اللي هي الكالر ايكوال جرين، يعني الكالر جرين. فانا اللي هو الكلاس اللي اسمه علي ده مجازة برضو انت ممكن تسميه اي اسم، وكل ما كان الاسم مفيد وقريب من الوظيفه بتاعته كل ما كان احسن. فعلي ده اي تاج بقى من التاجات بتاع ال HTML اللي في الصفحه عايز الكالر يبقى جرين هطبق عليه علي ده. ازاي؟ هاجي مثلا انا كنت عايز اطبق عليه في الموبايل هنا، على فكره لو سيفت هو لسه اخضر ليه؟ لان هو لسه محتفظ بالقديم، انا ما سيفتش. اول ما سيف هيتقلب اسمر. طب ليه اسمر؟ مش احنا عاملينه اخضر هنا؟ انت لسه ما طبقتش، انت لسه ما طبقتش علي دي على اي حد، لسه ما ربطناهاش باي حد هنا. فرجع تاني الديفولت بتاعه او اللون الاصلي بتاعه اللي هو الاسود. طب انا عايز اطبقها على موبايل دي، هاجي في موبايل دي التاج ده هاجي هنا كده واسيب مسافه واكتب كلاس يساوي علي. ايه كلاس يساوي علي دي؟ كلاس دي خاصيه من خواص التاجات، كل تاجات ال HTML اللي فيها الخاصيه دي كويس. بقول له يساوي وعلامات التنصيص وادي له اسم الكلاس اللي انا عايز التاج ده يشتغل معاها او تطبق عليه. انا حاليا عندي كلاس اسمه علي اكتبه هنا، فموبايل ده اهي هيتطبق عليها الخواص اللي موجوده داخل الكلاس اللي اسمه علي كويس. لو في اكتر من خاصيه هتطبق، يعني انا ممكن مش خاصيه واحده اكتبها جوه كلاس، ممكن اكتر من كلاس هنشوفها بعدين، يعني ما تقلقش برضه. فانا لسه ما سيفتش. تعال نسيف كده هنا، سيف. بص موبايل دي بقت اخضر. طب تي في اللي تحت دي ما بقتش اقدر ليه؟ لان انا ما طبقتش عليها الكلاس. فدي فادتني في كده، فادتني ان اولا انا
التاج اللي بيتقلب اخضر او اللي بيتقلب باللون اللي انا عايزه، ده اللي بطبق عليه الخاصيه بس، او بطبق عليه الكلاس بس. التاجات التانيه ما بتطبقش عليها. ثانيا الكلاس دي ممكن تطبق على اي حد. انا طبقتها دلوقتي على الاتش 2 كويس، ممكن اطبقها على الاو ال، ممكن اطبقها على اليو ال. تعالى ما نطبقها هنا كده على اليو ال. يعني ممكن تطبق على اي حد، مش شرط. يعني الكلاس بتبقى جينيريك وانت بتطبقها على اي حاجه بعد كده. انا هطبقها اهو نفس الكلام، كلاس كويس يساوي، وهكتب هنا عليه سيف. بص هنا كده ايه اللي هيحصل. سيف، بص اللي هنا دي اتقلبت اخضر. فانت كده طبقت الكلاس على التاج اللي انت عايز تطبق عليه بس. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ دي مهمه. الطريقه دي يا جماعه ليها مميزات كتير زي ما شفنا كده. انا ممكن اطبقه على اي تاج، مش شرط تاج واحد بس، ممكن يطبق على اي تاج حتى لو التاج ده مختلف شويه زي ما شفناها في الاتش وفي الاو ال. ممكن اطبقها على اي مكان. اصبح عندي كمان مكان واحد ممكن اعدل فيه فيتعدل بقيه الايه الحاجات اللي انا طبقت عليها. زي مثلا انا لو جيت هنا غيرت الكالر دي لبراون مثلا، براون بني، تمام. سيف، بص موبايل دي واللي تحت ده اصبح بني، فاصبح مكان واحد بس ممكن اغيره فيتغير كل اللي اتطبق عليه الكلاس دي. كمان ممكن اضيف هنا، تعالى ما نضيف خاصيه كمان. هنيجي هنا في الاخر ونعمل اخر السطر سيمي كولون او الفاصله المنقوطه، دي بتفصل ما بين السطر والسطر اللي بعده. كويس، ادوس انتر، اكتب باك جراوند كلر، دي خاصيه جديده بتتحكم في لون الخلفيه بتاعتي. خلينا نضيف خلفيه مثلا وليكن فاتحه شويه يلو مثلا، وسيف. بص ايه اللي هيحصل للموبايل والتابلت اللي تحت دي. سيف، اتقلبت الخلفيه بتاعتها اصفر. تمام كده يا جماعه. طب سؤال بقى، سؤال دلوقتي علشان نشوف مين اللي مركز معانا. لو انا عايز اطبق الكلاس ديت على اللينك ده، كليك هير، اعمل ايه؟ حد يقول لي. اول حاجه هشوف كليك هير فين هنا، فين ده كويس، اللي هو التاج بتاع الايه بيعمل اشرف اللي بيعمل لينك. تمام. هاجي في الاخر هنا كده قبل القفله مسافه، اكتب كلاس كويس يساوي، واكتب هنا اسم الكلاس اللي انا عايز اشتغل معاه، اللي هو حاليا انا عندي كلاس واحد اسمه علي. هسيف، ركز هنا كده، كليك هير، شوف هتبقى هيحصل ايه. انا لسه ما سيفتش، هسيف اهو. سيف، اتقلبت واتطبق عليها نفس الكلاس. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله. اتعلمنا حاجات مفيده، عرفنا الشكل العام للسي اس اس، عرفنا طريقتين ان احنا نكتب سي اس اس جوه ملف ال HTML. ان شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي ونعمل حاجات جميله جدا. انتظرونا باذن الله. نستودعكم الله عز وجل.